جايب لك النهارده يا صاحبي افضل 5 فلاتر هتضيفهم لبرنامج اللايت روم، او افضل 5 فلاتر هتشوفهم على اليوتيوب لبرنامج اللايت روم. منهم فلاتر البلاك وفلاتر السيشن، يعني فلاتر يعني انت تشكرني عليهم طول حياتك. قبل اي حاجه كده يا صاحبي انا بشكر اخواتي دول على تعليقاتهم الجميله، وانت لو عايز تعليقك يظهر معانا الفيديو اللي جاي انزل دلوقتي اعمل لايك واعمل تعليق. وبشكركم على كل الدعم اللي انتوا بتقدموه لي القناه الفتره اللي فاتت، بجد انا بقيت الاقي لايكات كتير وتعليقات، بجد انا بشكركم، وان شاء الله اللي جاي كله خير. فكل اللي انا عايزه منك اللي انت تسمع معايا الشرح كامل يا صاحبي، لان انا قلت كلمتين في بدايه الفيديو انت لازم تسمعهم، لان ده ممكن يكون اخر فيديو ليا في تقديم الفلاتر. اسمع الفيديو كامل يا صاحبي بالله عليك، الفيديو ده بالذات تسمعه كامل، وما تنساش تنزل تقول لي رايك في تعليق على الفيديو ده وتعمل لايك. وعشان ما نطولش في المقدمه اكتر من كده يلا بينا على الشرح. في بدايه الفيديو كده يا صاحبي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وانا عايز اقول لك انت مش هتخرج من فيديو النهارده غير وانت ضايف ال5 فلاتر الجامدين دول. قبل اي حاجه كده يا صاحبي انا عايز اقدم كلمتين بس للناس اللي بتقول لي انت بتعمل فلاتر بباسورد ليه، او انت ليه مثلا يعني بتطول الفيديو والكلام ده كله. بص يا صاحبي، الفيديو اللي قدامك ده متعوب عليه يومين تصوير ومونتاج وعملان فلاتر عشان اطلع لك فيديو زي ده. فما تجيش انت في السائل كده بكومنت تقول لي الفيديو طويل، الفيديو عامله بباسورد ليه. انا مش عارف انتوا يا جدعان، اقسم بالله انا ممكن بعد الفيديو دوت ابطل ان انا ما انزلش اي فلاتر تانية، لان بجد انا تعبت. يعني الاقي واحد بيقول لي انت عامله بباسورد، ما حطش نفسه مكانك بقى اللي انت عندك تصوير بياخد منك نت على ما تنزل. طبعا ده مصدر رزقك او مصدر شغلك، ففضيله بتعمل حاجه كويسه للناس. طب ما في ناس كتير قوي بتنزل من غير باسورد، واللي بنزلوا من غير باسورد دول بتيجي تنزل الفلتر يضيفوا على الصوره بتاعتك، تلاقي الصوره بتاعتك ولا اي حاجه اتغيرت وتلاقي عاديه جدا. لكن انا بغيب عليكم الغيبه اللي انا ما انزلش مثلا يعني فتره ما انزلش فلاتر وكده، وبرجع لك تاني بفلاتر جامده جدا. ليه يا جدعان انتوا ما بتقدروش ده؟ ليه يا صاحبي قبل ما تنزل تقول انت ليه عامله بباسورد؟ ليه الفيديو طويل؟ ما حطيتش نفسك مكان انتوا فيها يا جدعان؟ والله العظيم بجد الواحد تاب. فبجد الفيديو ده لو ما خدش حقه ولقيت كومنتات كتير بعد كده يعني على نفس النظام اللي انا ممكن ما انزلش فلاتر تاني. انا الحمد لله مش غرور ولا اي حاجه، بس انا شايف انا احسن واحد دلوقتي على اليوتيوب كله اصلا كمصري بينزل فلاتر، او بينزل احسن فلاتر بتنزل على اليوتيوب. في قنوات كتير الريتش مش ظابط عندها لان الفلاتر مش احسن حاجه. انا بنزل لك كلها فلاتر مميزه، لان في قنوات كتير قوي لو القناه بتاعتي مش هتكون مميزه وانا ماليش ناس ما انزل اي فلاتر. بجد يا جدعان انا تعبت، والله العظيم انا تعبت. فتقديرك يا صاحبي انزل دلوقتي قول لي تعليق كويس واعمل لايك للفيديو ده، وعشان تضيف معايا الفلاتر يا صاحبي كمل معايا الفيديو كامل. وتاني يا صاحبي الفلاتر دي بتكون محميه بباسورد، وانت بتسمع معايا الفيديو هتعرف الباسورد. والباسورد ده مكون من 4 ارقام. اول حاجه يا صاحبي هنعملها هندخل على برنامج اللايت روم، هنتاكد ان انا معيش اي فلاتر على البرنامج. لو جينا كده يا رجاله عند افضل 5 فلاتر بالشكل ده كده، وجبنا الصوره دي وليكن مثلا. طيب يا صاحبي لو جينا على كلمه بريسيت ونزلنا تحت كده زي ما انت شايف انا ما عنديش اي فلاتر على البرنامج. تعالى دلوقتي خطوه بخطوه ازاي نضيف الفلاتر دي مع بعض. كل اللي عليك هتعمله يا صاحبي هتخرج من برنامج اللايت روم، وبعد كده هتحمل برنامج RER. طبعا رجاله الشرح ده للاندرويد بس، لو انت ايفون هتلاقي لينك في الوصف شرح للايفون. طيب بعد ما تدخل على برنامج RER هيفتح معاك الملفات اللي على التليفون بتاعك. بعد كده هتدور على ملف الداونلود او مجلد الداونلود اللي هو التحميلات بتاعه الموبايل بتاعك. هتلاقي عندك اجمد 5 فلاتر اللايت روم. طبعا انت مش هتدخل تلاقيهم، لا هيكون في لينك في الوصف او متثبت في اول تعليق، لازم تدخل عليه وتحمل الفلاتر عشان تلاقيهم موجودين عندك هنا. بعد ما تحملهم وينزلوا معاك بالشكل ده يا صاحبي هتضغط على المربع ده علامه صح كده، وتضغط على السهم اللي هو باصص لفوق، وتضغط على كلمه موافق. زي ما انت شايف اقول لك اكتب الباسورد. طبعا الباسورد ده انا بقوله بصوتي وانا بشرح. اكتب دلوقتي الباسورد وارجع لكم تاني. اول ما تكتب الباسورد يا صاحبي هتلاقيه فك الضغط معاك على طول. وطبعا دول ال5 فلاتر كده. احنا اول خطوه عملناها شفنا اللي احنا معناش فلاتر على برنامج لايت روم. تاني خطوه فكنا الضغط بتاع الفلاتر. تالت خطوه اللي احنا نعملها دلوقتي هنضيف الفلاتر دي لبرنامج اللايت روم. طيب ازاي نضيف الفلاتر لبرنامج اللايت روم؟ كل اللي عليك يا صاحبي لو انت اندرويد 11 او 12 او 13 لازم تحمل مدير الملفات ده. طيب احمله ليه؟ لو انت دخلت على مدير الملفات بتاع الموبايل بتاعك هتلاقي ملف الداتا فاضي، مش هتلاقي فيه ملف اللايت روم. فانا بسهل لك يعني ان انت تحمل مدير الملفات ده من متجر بلاي. هتدخل على متجر بلاي تكتب مدير الملفات هتلاقيه موجود، المساحه بتاعته بتاع 5 ميجا. بعد ما تحمله يا صاحبي هتوافق على كل الصلاحيات بتاعه البرنامج. لازم تضاف على كل الصلاحيات اللي هو التخزين وكل حاجه عايزه منك البرنامج. وبعد كده صاحبي هتدخل على كلمه التخزين الرئيسي
وتدور على مجلد الداونلود اللي احنا لسه فاكين فيه الضغط حالا. هتدخل على الداونلود يا صاحبي بالشكل ده كده، هتلاقي معاك اجمد 5 فلاتر لايت روم. هتدخل عليهم وتضغط على واحد ضغطه مطوله بالشكل ده كده، وتضغط على العلامه اللي فوق، هيحدد لك ال5 فلاتر مع بعض. كل اللي عليك يا صاحبي هتضغط على كلمه نسخ بالشكل ده كده، وبعدين ركز معاه في الخطوه دي لان الخطوه دي مهمه. بس قبل اي حاجه يا صاحبي، اول باسورد من الفلاتر ده هيكون 60، وكمل معايا بقيه الشرح عشان تعرف تاني باسورد. بعد كده يا صاحبي هتخرج، هتيجي معايا هنا على الاندرويد، ركز معايا، ومن الاندرويد للداتا زي انت شايف يا صاحبي انا اندرويد 12 وملف الداتا ظاهر معايا في الملفات عادي جدا. ليه؟ لان محمل مدير الملفات ده، انا بفكرك تاني مش اكتر. بعد كده هتلاقي ملف اللايت روم يا صاحبي موجود معاك، هتدخل على ملف اللايت روم بالشكل ده كده، وبعدين تدخل على كلمه فايل، وبعدين تدخل على الكلمه دي، وبعدين تدخل على اللي هي زراير كتير. ركز معايا، بروفايل ستينج يوزر ستايل. اول ما توصل هنا يا صاحبي اعرف ان انت ماشي معايا صح. كل اللي عليك هتبدا تضغط على كلمه لاسك، هيبدا ال5 فلاتر كده يتضافوا معاك بالسهوله دي. ايوه بالسهوله دي. هنروح دلوقتي البرنامج اللايت روم عشان نشوف الفلاتر مع بعض، عشان لو ما لقيتش الفلاتر اقول لك ايه المشكله اللي انت عملتها. طيب اول حاجه اللي انت بتدخل على برنامج اللايت روم، لو ما لقيتش الفلاتر لازم تخرج منه كده يا صاحبي. بص تخرج منه من الخلفيه كده اهو، لازم تخرج منه بالشكل ده كده، وبعدين تدخل عليه تاني. تمام كده؟ تمام. كل اللي عليه اللي هندخل اهوت على ال5 فلاتر بتوعنا. في بدايه الفيديو وريتك ان انا معيش اي فلاتر على البرنامج. طيب هنجيب الفلاتر ازاي؟ هتلاقي كلمه هنا يا صاحبي اسمها كلمه بريسيت، هتضغط عليها بالشكل ده كده. اول ما بتضغط عليها يا صاحبي هتلاقيه جايب معاك الشكل ده كده اهو. هتضغط على كلمه يوزر بريسيت زي ما انت شايف. الفلاتر سميتها لك كلها احمد محمد بقلبه وكده. ده غير كده يا رجاله ان الفلاتر دي بتتسرق مننا، وانا مش بتكلم ومش برضه هذه القنوات اللي بتسرق كمان. طيب كل اللي عليك يا صاحبي ده اول فلتر معانا. ده تاني فلتر، 5 فلاتر من النار. انا جايب لك الخلاصه في ال5 فلاتر دول، وان شاء الله لسه اللي جاي احسن يا صاحبي. زي انت شايف فلتر رقم 4، فلتر رقم 5. وطبعا الفلاتر دي بتحتاج صور زي دي كده. مثلا لو جينا نجرب عليها برضه وضغطنا على كلمه بريسيت، اول واحد يا صاحبي، تاني فلتر، تالت فلتر، رابع فلتر، 5 فلتر. زي انت شايف الفلاتر كلها جمدان. وطبعا يا صاحبي تاني باسورد من الفلاتر هيكون 20. بكده انا قلت لك اول باسورد وتاني باسورد. هنجرب الفلاتر ده يا صاحبي على اخر صوره عشان ننهي الشرح بتاعنا بتاع النهارده. لو جينا على الصوره دي كده يا صاحبي، انت بتضغط على كلمه بريسيت بالشكل ده كده، وبعدين بتضغط على كلمه يوزر بريسيت، بتلاقي الفلاتر موجوده معاك. طبعا ده فلتر رقم 1، وده فلتر رقم 2، وده فلتر رقم 3 اللي هو بتاع الصوره الاساس اهو، فلتر جامد جدا. فلتر رقم 4، فلتر رقم 5. الفلاتر ده صاحبي ما فيش صوره عندك، يعني بص لازم فلتر من دول يمشي على صوره عندك من ال5 فلاتر دول. وكده يا صاحبي انا شرحت لك ازاي تضيف افضل 5 فلاتر لبرنامج اللايت روم. يا ريت تقدر تعبي وتقدر الشرح، ولو ما سمحتش المقدمه ارجع اسمعها، لان ده ممكن يكون اخر فيديو ليا في تقديم الفلاتر لو انت ما سمحتش المقدمه. وبجد يا صاحبي ارجع اسمع المقدمه والله. طيب عشان بقى صاحبي كده وصلنا لنهايه الفيديو، عايزك تتاكد ان انت عملت لايك للفيديو واشتركت في القناه. ولو حصل معاك اي مشكله كلمني على الانستجرام، انا مش بتاخر في الرد نهائي. وسلام يا اخواتي، اشوفكم شرح جديد.